بصوا بقى، عشان الاتهامات اللي انا اتهمت بيها في الفيديو اللي فات انا نزلته عشان اقول لكم ازاي سافرت وعملت ايه واخدت معايا ايه ووقفت في المطار في ايه، وقلت لكم كل حاجه بما يرضي الله. وجيت عند وانا بحكي عن المضيفات واللي عملوه في الطياره اتضايقتوا قوي، واللي اتهمتني ان انا اللي كلمت المضيفه وحش، واللي كانت معايا جدا وقالت فعلا حصل معايا كده، واللي تقول لي انت تلاقيكي بتتعبيها طول الوقت رايحه جايه، واللي بتقول ما اعرفش تلاقيكي ما سافرتيش قبل كده ولا ركبتي طياره. جماعه، انا بنتي الكبيره عندها 15 سنه، انا بقالي 17 سنه متغربه وبسافر وباجي و100 الف طيران ركبته قبل كده والدنيا تمام معايا. وعلى فكره انا ركبت مصر للطيران اصلا قبل كده وما كانش بيحصل معايا مشاكل، يعني انا ما كانش بيحصل معايا مشاكل. اول مره اتعرض لفعلا اسلوب مضيفات سيء للغايه، 2 مضيفات كده وكانهم هما الاتنين نفس الاسلوب نفس الطريقه، شعرها منكوش اصلا وهي واقفه تكلمك مش مهندمه، بتتكلم بطريقه مش حلوه، بتسال السؤال وهي متضايقه ومتعصبه، انت هتاكلي فراخ ولا لحمه، اللي هو يعني بطريقه وحشه. والله العظيم 3 ساعات ما بقول لها انا عايزه اشرب، انا ما قلتلهاش انا عايزه اشرب، قلت لها لو سمحتي ممكن كوبايه ميه، لان في واحده في الكومنتات بتقول لي انت قلت لها هاتي لي اشرب، انا هقول لها هاتي لي اشرب يعني وانا في البيت راح اكلم اختي؟ انا اكيد قلت لها لو سمحتي عايزه كوبايه ميه، فراحت جابت لي كوبايه كرتون ومليالي نصها، اللي هو خدي بق بقى على كتكوت بيشرب. فقمت انا قلت لها بعد اذنك ولادي كمان عايزين يشربوا، راحت قالت لي انا اجيب 4، اللي هو تحس ان هي بتطلع الميه بتعصرها من جسمها مش من ازازه الميه اللي هي قدامها. بجد كومنتاتكم اصلا قفلتني، يعني انا مصوره الفلوج ده عشان اقول لكم كل حاجه على فكره، وكنت يعني مصوره وانا مبسوطه وكنت هنزله على فكره. ايه المشكله لما اقول ان مصر للطيران كان فيها العيب السلبي ده؟ مش يمكن اللي انا بقوله ده يخلي الشركه مثلا تاخد حاجه بعين الاعتبار، انها تشوف ليه المضيفه كانت عامله كده، ايه اللي مضايقها مثلا تخليها تعامل الناس وحش. اما اطلب بطانيه من اول الرحله خالص، من اول ما دخلت الطياره وانا طالبه بطانيه وما تجيليش ولا حتى تعتذرلي انها مثلا مش عندها او مش متاحه، ده يبقى اسمه ايه يعني؟ وبرضو بشكر الناس المحترمه اللي ردت غيبتي واللي قالت برضو ان تجربتها كانت نفس تجربتي، يعني انا برضو مش بقول كلام وناس مثلا بتقول لي العكس، لا، في ناس كتير جدا جدا كانت معايا في الكومنتات وبتقول نفس كلامي. يعني انا مثلا هتجنى عليهم ليه؟ مثلا عايزه اسوق سمعه الشركه، اللي انا ما كتبتش العنوان حتى فوق الفيديو ان مصر للطيران وحشه، انا حاولت اتكلم في وسط الفيديو عشان ما بينش ان مصر للطيران مقصوده في الفيديو. يعني انتوا قاعدين تقولوا العنوان غير ملوش علاقه بالمحتوى، لا، العنوان كان مناسب، بما ان انا داخله اصلا اقول لكم قصه الوزن وقصه الذهب وقصه الكلام ده، ما كانش هدفه الاساسي ان انا اسوق سمعه مصر للطيران، لا، انا كنت داخله بقول تجربه السفر بشكل عام، وكل المتابعين اللي عندي مستنيين الفيديو ده، وانا متاكده ان في الناس المحترمه اللي مستنيه الفيديو استفادت منه، وانا متاكده من ده كويس جدا. المهم انا دلوقتي هرد على كام يعني تساؤل كده اتسالت فيه وتكرر. اول حاجه، في حد سال العجان اتحط ازاي؟ العجان اتحط في شنطه سفر عاديه خالص، بس هي الشنطه دي كانت كبيره، اللي هي بتاخد كميه وزن كبيره، فالعجان كان ساعتها وزنه بالكرتونه 12 كيلو ونص، والوزن بتاع الشنطه كانت كبير جدا ما شاء الله، الشنطه اصلا تقيله لوحدها 8 كيلو، فلما اتحط العجان معاها اخد المساحه كلها وبس، يعني كانت 20 كيلو الشنطه وبس على كده. ممكن كنت ازنق كده في الجنب مثلا ازازه برفان مش عارف ايه حاجه تقيله، يعني ما حطيتش حاجه تقريبا غير العجان بس، ما قدرتش احط حاجه. المهم بالنسبه للقلايات حطيت 2 جنب بعض وبرضو اخدوا الشنطه بالظبط، ما حطيتش حاجه معاهم، وبرضو وزن القلايه كان 6 كيلو ونص، يعني القلايتين 13 كيلو، اخدوا برضو شنطه كامله. يعني اقصد اقولك انك ممكن تهدري من الوزن عشان هم اتحطوا في الشنطه، يعني ممكن ما تكمليش ال 23 كيلو بس هم بيبقوا واخدين الشنطه كلها. حاجه مهمه لازم تعمليها على عشان الحاجات دي ما تتكسرش، انك بتطلبي من الكاونتر بتاع الوزن ان هم يحطوا لك تيكت كده ان هم قابل للكسر، فاللي بيجي يشيلها من العمال بيبقى عارف ان دي حاجه ممكن تتكسر فما بيرميهاش على السير او يحدفها او كده. تمام. بالنسبه لوجبه مصر للطيران كانت العباره عن فراخ زي الشيش كده معموله شيش، وكمان مكرونه مسلوقه مش عليها اي صوص بس معموله يعني بالزبده، كان طعمها حلو مش وحش. احلى حاجه كانت في الوجبه هي الكيكه الفادج اللي هي كانت بالشوكولاته، دي كانت كيكه حلوه بصراحه. السلطه عجبت جوزي جدا بس ما عجبتنيش انا والولاد. بس يعني دي الوجبه زي ما انتم شايفينها كده،
وكان معاها كمان واحد كايزر، ومعاها جبنه ابو الولد، ومعاها كمان قطعه زبده، وطبعا عصير معلب اللي هو جهينه. بس كانت ناقصها بصراحه قصدي ازازه ميه صغيره، مش اما اطلب من المضيفه تجيب لي تقوم حاطه لي شويه ميه على قد ما هي عايزه. يعني كان المفروض يعني ازازه الميه دي مش حاجه، يعني على تمن التذكره مش حاجه. يعني مش هتكلم بقى على نظافه الطياره، ولا هقول لكم معرفناش نصور اي حاجه مثلا من الشباك عشان الشباك اصلا كان مليان رمل، وكانت الطياره يعني بلاش اتكلم اكتر من كده عشان هكون عميله وخاينه لو انا اتكلمت اكتر من كده. المهم ان انا في الفيديو ده كنت بس عايزه اقول لكم ان انا كنت نازله من بيتي مصوره الفلوج ده علشان ابقى مبسوطه وعشان انزله لكم وانا مبسوطه، بس انتوا قفلتوني وخلتوني اتضايقت، وبجد والله العظيم خلتوني مش عايزه اصلا اسجل اعمل فويس اوفر عليه واقول ولا عيد، لان فعلا 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 كومنتاتكم حزنتني، او مش كلها يعني عشان برضو ابقى واقعيه في ناس، بس هي المشكله ان السيئه بتعم، فالسيء كان كتير، وكان رجاله كتير جدا 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 داخله تقول لي انت رغايه انت لكاكه. طب انت داخل تعمل ايه؟ انت داخل اصلا صفحه واحده بتطبخ وبتعمل مثلا فلوج للناس المتابعين بتوعها، انا حره، انت داخل ليه؟ بالنسبه للموضوع ده مش مجبره ان انا اقول برضو كام معايا وزن ذهب، يعني المفروض ان هو ليميت 150 جرام بيقولوا بياخد جمارك ومش عارف ايه. انا قلت لكم في الفيديو ان انا ما دفعتش جمارك، ولا حد كلمني ولا حد سالني على ذهب ولا حد قال لي حاجه، فبالتالي يعني افهموها وهي طايره، يعني مش لازم اقول انا معايا قد ايه ذهب، يعني انا حره، ده ذهبي الشخصي، انا ولا شاريه سبايك ولا مثلا معايا كميه ذهب كبيره ولا الكلام ده كله، كل الحكايه ذهبي الشخصي بس مش اكتر. واخيرا يا جماعه الناس اللي بتدخل تتكلم وتتهم وتعمل بنقص منها، يعني اعملوا لي انفولو وخلاص، مش انا مش مستنيه الفولو بتاعكم، يعني عادي جدا ان انت تشيلي المتابعه وانا مش هبقى مرتاحه وانت مرتاحه، ايه المشكله؟ مش عاجبك الفيديو يا ستي ما تعلقيش، انت بتعلقي اصلا بتزودي لي الريتش، انا ما عنديش مشكله، علقوا براحتكم وانا ولا هسال فيكم اصلا. بس وشكرا جدا للناس المحترمه مره تانية واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.